ومليون مبروك يا جماعة لأهالي عزبة خورشيد على رصف وسفلتة شارع السوق هنا، وإن شاء الله الشارع يبقى جميل، والشتا الجاي نمشي براحتنا والعربيات تمشي، ولا يبقى فيه تكسير ولا طينة ولا مية ولا أي حاجة من دي بإذن الله. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، أخيرا يا جماعة بيتم الرصف في خورشيد بالإسكندرية، وبالأخص في شارع السوق يا جماعة. خورشيد ده يا جماعة لو أنت جاي من العوايد بيقابلك عزبة البحر، وبعد كده بيقابلك المهاجرين، وبعد كده بيقابلك العجاري والمراغي والزوايدة والنخل وشارع الرحمة، وبعد كده خورشيد بقى وعوايد ضيف وكفر الدوار والبيضة والحتت دي. الشارع ده يا جماعة يعني احنا كده عند كوبري ال30 نعتبر. خليكم معايا بقى هنصور من هنا لحد محور المحمودية فوق. والشارع ده يا جماعة في الشتاء يعني كانت معاناة من أهالي المنطقة. مش هقول لك العربيات مش هتعرف تمشي فيه، لا ده الناس البني ادمين ما كانوش بيعرفوا يمشوا فيه. فبنشكر الساده المسؤولين يا جماعه على رصف وسفلته شارع السوق بخورشيد. وسوق الحد يا جماعه كان هنا لو تفتكروا. اتنقل فين بقى؟ اتنقل هنا عند كوبري ال30 يوم الحد، اللي هو الشارع اللي بيودي على المراغي وكده. ده وفي جزء منه من سوق الحد فوق اللي هو بقى الفراخ والجبن والطماطم والخضار والحاجات دي فوق، يعتبر عند محطة الأتوبيس. والجنب اللي أنا فيه ده هنا عند كوبري ال30 يعتبر الملابس بقى ومستلزمات البيت وكده. وبستأذن حضراتكم يا جماعة ياريت اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. واللايك يا جماعة يعني بيدعم القناة، بيخلي الفيديو ينتشر ويروح لجمهور كتير. وشكرا لحضراتكم. خليكم معايا بقى، انا هطلع فوق كده لحد محور المحمودية ونختم الفيديو من هناك. ولو دخلنا شمال كده يا جماعة من الأراضي الزراعية هنروح عند مدرسة أحمد سعد اللي هي الابتدائية، تمام. وقدام كده لو مشينا زي ما احنا هيقابلنا مدرسة خورشيد الإعدادية على الشمال، وشركة البلاستيك على اليمين جاية هناك يا جماعة. وحضرتك لو جاي من محور المحمودية من فوق ونزلت شارع السوق ده وجيت عليا كده هيقابلك كوبري ال30 اللي كنت مصوره في أول الفيديو. ولو دخلت من عند كوبري ال30 شمال هيوديك بقى على المراغي والأماكن دي والزوايدة من ورا، ويوديك لحد ال500 وعزبة البحر والعوايد كمان، وممكن تروح أي مكان. لو طولت بقى على طول نفس الشارع ده زي ما انا كده على طول بقى وراه هيقابلك بقى بعد كوبري ال30 عزبة التوفيقية وكوبري الصعايدة ومرزة والأماكن اللي هناك ده يا جماعة. يعني الطريق ده يا جماعة لما يتم رصفه وسفلته هيخف ضغط كبير عن محور المحمودية بالإسكندرية. اللي عايز بقى يبعد عن الكعبلة اللي هي العوايد والأماكن اللي هناك دي وعايز يختصر الطريق من ورا هيبقى جميل جدا، بس بعد ما يتم رصفه وسفلته إن شاء الله كله. وكمان تقدر تروح الكوبري الدولي و45. وبالنسبه لاهالي ابو سليمان يا جماعه انا عندي خبر مفرح ليهم، ان انا كنت مصور لحضراتكم شارع احمد ابو سليمان بناشد فيه الساده المسؤولين برصف الشارع وسفلته كده عشان الشارع متكسر. فالشارع يا جماعه خلاص ان شاء الله باذن الله قريبا جدا هيتم السفلته فيه والرصف، وممكن يكون بدأوا فعلا وكان في اختبارات للتربه هناك وكده الشارع، والشارع هيتسفلت خلاص يا جماعه. فألف مليون مبروك لأهالي أبو سليمان. ومليون مبروك يا جماعة لأهالي عزبة خورشيد على رصف وسفلتة شارع السوق هنا، وإن شاء الله الشارع يبقى جميل، والشتا الجاي نمشي براحتنا والعربيات تمشي، ولا يبقى فيه تكسير ولا طينة ولا مية ولا أي حاجة من دي بإذن الله. واحنا كده طالعين على أول الشارع اهو يا جماعة، ومحور المحمودية بالإسكندرية، وده شارع السوق يا جماعة عشان اللي معرفوش برضه اهو، أنا قلت أصوره من فوق. تمام. فسلام وأشوف حضراتكم على خير.